السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم جدا ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اضعاف التطبيقات الحديثة اللي بتسهل لك حياتك اليومية، والتطبيقات الفيك، وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه باي سيف كارد. التطبيق ده مساحته 22 ميجا، محمله اكتر من 5 مليون شخص. التطبيق ده هينفعك ويفيدك لو انت بتشتري اونلاين، لو انت بتحتاج ان انت تشتري حاجات، بتكون محتاج في شراء الحاجات دي فيزا كارت، او محتاجة بطاقة ائتمان، او محتاجة حساب مصرفي، وانت ما عندكش الحاجات دي. فانت بتقدر تستفيد من التطبيق ده ان انت بتشتري من خلاله الحاجة دي. يعني هو التطبيق ده بيحول فلوسك النقدية اللي معاك في ايدك، بيحولها لفلوس كأنها في بنك، او كأنك معاك فيزا كارت. يعني انت مثلا عايز تشتري العاب من على النت، وانت معكش فيزا كارت او ما عندكش حساب مصرفي، فانت بتقدر من خلال التطبيق ده، ان هم ليهم 600 الف فرع حول العالم، بتقدر ان انت تروح تشتري او تروح تدفع الفلوس. بيتحول لك الفلوس دي لكود بيجي لك على الخط، على الموبايل بتاعك. الكود ده بتقدر تدخله في التطبيق، وبتعرف رصيد، وبيديك رصيد يخليك، يعني بيجي لك رصيد على حسب الفلوس اللي انت دفعتها. يعني انت مثلا دافع 100 جنيه، دافع 100 دولار، دافع 100 يورو، دافع 100 ريال سعودي، ايا كان الفلوس اللي انت بتدفعها بتجي لك على التطبيق، بتقدر انت تتعامل بيها. تشتري بقى في المواقع اللي هي ما بتتعاملش غير بالفيزا كارد، مواقع العاب، مواقع اي حاجه عايز تشتريها بقى من على النت. فهو التطبيق الغرض منه ان هو بيفيد الناس اللي ما عندهاش حساب مصرفي، او ما عندهاش بطاقه ائتمان، وعايزين يتعاملوا على النت او يشتروا حاجات من على النت ومعهمش الحاجه دي. بمجرد ما انت بتحمل التطبيق بيعرفك اقرب فرع ليك للناس اللي هم بياخدوا الفلوس عشان يحولوا لك. بعد ما بياخدوا الفلوس اللي انت الشخص الفروع بتاعتهم، بيتحول لك كود بيجي لك على الموبايل بتاعك، ان انت تقدر تتعامل، وان فلوسك او رصيدك اتحول، وان انت تقدر تشتري وتتعامل. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق. لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين رتب لي في الكومنت. لو شفت ميزه او عيب للتطبيق فايده، هتسيبها تقدر تكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.